السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة زراعة أونلاين. معاكم المهندس محمود آدم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الفيديو سريع كده على مبيد سكور. هنعرف المادة الفعالة بتاعته إيه، والتركيب بتاعه، ومعدل الاستخدام بتاعه رشة قد إيه، وهو إيه هي الفطريات اللي بيقضي عليها، وإمتى نستخدمه، ومميزات بتاعته بالذات في الطماطم. ده كل ده هنعرفه في الفيديو. خليك معانا وتابعنا علشان تعرف تفاصيل اكتر عن المركب. ولو حضرتك اول مرة تتابعنا وتتفرج معانا على القناة، ممكن تشترك معانا في القناة وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناة. ونبدأ مع بعض الفيديو بإذن الله تعالى. طبعا ده مركب السكور. ده من اهم المركبات اللي بتجيب البيض الدقيقي، سواء في الطماطم سواء في الباذنجان. عموما البيض الدقيقي كله المادة دي بتجيبها. المادة هنا وبيشتغل كمان على البيض الدقيقي، سواء في الطماطم سواء في البتنجان سواء في الفلفل سواء في الخيار. بيشتغل على جميع البيض الدقيقي اللي بيجي على كل المحاصيل عموما. وبيشتغل كمان ايه التوصيلات بتاعته، كمان بيشتغل اهو سكور 25% مبيد فطري جهازي يستخدم معدل 50 سنتي لكل 100 لتر لمكافحة كل من ايه متسجل على ايه، على الندوة المبكرة في الطماطم، على لفحة الأزهار أو الانثراكنوز في المانجو، تبقع أوراق في الفول السوداني. ده بيشتغل التلات حاجات دي. بالإضافة بقى طبعا زي ما احنا قلنا البيض الدقيقي احنا بنستخدمه بقى في الطماطم عشان نقطة مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها. القمعة ديت أو الكأس دي بتبقى مميزة للثمرة لما تنزل السوق. فبنحافظ على الكاس ديت خضر على طول، علشان لو لونها طفى او لونها اتغير او اتصابت باي مرض فطري بيحصل ان الطماطم بتبقى سعرها قليل شوية، بتبقى مبقاش سعرها كويس. فبنرش سكور بعد تمام العقد او في المرحلة دي كده بالظبط، علشان نحافظ على الكاس ديت اطول فتره ممكنه، عشان لما نيجي نبيع تبقى الكاس خضره وفيها لمعه كده تبيع ثمره او تدينا جوده في الطماطم. طيب احنا بصراحه رشينا مركبات كتير نفس الماده الفعاله دايفينوكونازول، عشان طبعا في ناس هتقول في مواد كتيره موجوده دايفينوكونازول 25%. لما رشينا بصراحه مواد تانية غير السكور، لا الوضع بصراحة كان مختلف خالص خالص خالص. السكور بصراحة فرق جامد جامد عن أي مركب دايفينوكونازول 25%. وده طبعا بيبقى راجع لتركيبة الشركة أو الخواص اللي الشركة حطاها أو المواد الحاملة بتاعة الشركة. هو ممكن تلاقي شركات كتير جايبة دايفينوكونازول 25% بس مش بجودة السكور، لأن في تركيبة شركة أو النهو بتاع الشركة بيبقى مختلف عن الشركة تانية. ودي نقطة أو نقطة قوة موجودة في المركب السكور بالذات. بتحافظ على العرش، على النمو الخضري زي ما حضراتكم شايفين كده. بتحافظ دايما تلاقي في لمعة كده في النمو الخضري، وفي الكاس نفسه بتلاقي اللمعة في الكاس أو الكاس بتفضل خضرة أطول فترة ممكنة. طب معدلاته قد إيه؟ بنحط نص سنتي للتر. ده المعدل بتاعه الموجود عليه او متسجل عليه في شركة. طبعا هو طبعا شركة سنجنتا، طبعا غنية عن التعريف. المركب طبعا في منه عبوتين، عبوة ال 250 او الربع لتر زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ودي عبوة الخمسة لتر، جيركن 5 لتر. ممكن تلاقي السكور غالي او سعره اغلى، ممكن تلاقي الضعف المركبات التانية. بس بصراحة في زي ما احنا قلنا في القمع بتاع الزهرة او الكاس بتاع الثمرة او لمعان وجودة الاوراق، لا بصراحة بيفرق بصراحة عن اي مركب تاني. وده كده كان فيديو سريع عن مركب السكور والمميزات بتاعته. لو عجب طبعا حضرتك الفيديو متنساش طبعا تعملها لايك، ولو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبوه لنا اسفل الفيديو، وان شاء الله هنرد على حضراتكم باذن الله تعالى. وبكده نكون خلصنا الفيديو. دمتم في حفظ الله وعونه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.